الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بدأ من مجرد شاب عايز يكون تاجر في مدينة الكوفة العراقية، وأصبح أول الأئمة الأربعة في المذهب السني من الدين الإسلامي. قصته مليانة بالصعاب والتحديات اللي واجهها بإيمانه القوي وعقيدته الراسخة. النهاردة هنحكي قصته من منظور تاريخي، لأن القصة وراها حكاية. هنبدأ القصة مع أول الأئمة الأربعة، وهو أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزبان الكوفي. اتولد سنة 80 هجرية في مدينة الكوفة في العراق تحت حكم الخلافة الأموية، وكان اسم والده ثابت بن نعمان، وكان أحد تجار سوق الكوفة. أبو حنيفة اتعلم كتير من والده وورث منه تجارة الأقمشة، وكان تاجر ماهر. لكن اسم أبي حنيفة ما كانش اسمه اللي اتولد بيه، لكن كان اللقب اللي أطلق عليه، وده بسبب إنه على طول كان معاه محبرة، وكلمة محبرة باللهجة العراقية هي كلمة حنيفة. ولأنه كان دايما معاه محبرة طول ما هو ماشي عشان طلب العلم، أطلق عليه أبي حنيفة. وجوده في العراق في الفترة دي أثر كتير على شخصيته، وده لأن العراق في الماضي كانت موطنا للآشوريين اللي انتشروا فيها وأنشأوا مدارس ليهم، وكمان انتشر فيها مدارس الفلسفة اليونانية ومدارس حكمة الفرس، ده غير مدارس مسيحية لتدريس العقائد المسيحية والاختلافات بينها. فكان العراق بعد الإسلام مزيج من أجناس مختلفة، وفيه اضطرابات وفتن، وفيها آراء متضاربة في السياسة وأصول العقيدة، ده غير إن كان فيها السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة، وفيها تابعين مجتهدين فضلوا ماشيين على كتاب الله وسنة رسوله والأحاديث اللي توارثوها عن الصحابة رسول الله. فده أدى لوجود تنازع كبير بين كل الطوائف دي، لدرجة إن أبي حنيفة قال: كنت في معدن العلم والفقه، فجالست أهله ولزمت فقيها من فقهائهم. لكن أبو حنيفة وهو صغير ما كانش مهتم بمجالس العلم، لكنه كان مهتم بالتجارة والقراءة، لحد ما قابل الإمام الشعبي اللي كان اتولد في عصر خلافة عمر بن الخطاب، وكان قاضي للخليفة عمر بن عبد العزيز ثامن الخلفاء الأمويين. وقال الشعبي لأبي حنيفة: عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. الجملة دي اتقالت لأبي حنيفة وهو عنده 22 سنة، ومحدش كان متخيل إن النصيحة دي هي اللي هتغير طريقة تفكير أبو حنيفة للأبد، وهتكون بداية لتأسيسه لمذهبه اللي موجود معنا لحد النهاردة. بعد كده أبي حنيفة بدأ يحضر حلقات العلماء، وكانت حلقات العلماء في الوقت ده متقسمة ل3 أنواع: حلقات للمذاكرة في أصول العقائد، ودي اللي كان أهل الفرق المختلفة بيتجادلوا ويتحاوروا فيها، وحلقات لمذاكرة الأحاديث النبوية والروايات، وحلقات لفهم الفقه من الكتاب والسنة، والإفتاء فيما يقع في الحوادث والأحداث. وأغلب المصادر قالت إن أبي حنيفة لما بدأ يتفرغ لطلب العلم وبدأ يدرس العلوم المعروفة في العصر ده، في الأول اختار علم الكلام والجدل مع الفرق، وبعد كده تحول لدراسة علوم الفقه. ولما أبي حنيفة ركز في علم الفقه، شاف إن أحسن حد يتعلم منه هو حماد بن أبي سلمان، واحد من أكبر علماء الفقه في الكوفة في سنة 102 للهجرة. وفضل أبي حنيفة تلميذ لأبي سلمان لمدة أكتر من 18 سنة. ولما مات معلمه، بدأ أبي حنيفة يفني عمره في البحث والتدريس، وكانت الحلقات اللي بيكون فيها أبي حنيفة زي خلية النحل، شغالة ليل ونهار نقاشات وبحث في كل الحاجات اللي تخص الأمة. ولاحظ أبي حنيفة إن فقهاء المسلمين ما بيجتهدوش إلا للضرورة، عشان كده قرر يحط نظام قضائي شرعي ينظم حياة المسلمين في كل الأزمنة والعصور. وكان أبي حنيفة بيعتمد على 6 مصادر بالترتيب، وهي أولاً القرآن الكريم، ثانياً السنة النبوية، وكان بيقسم السنة لنوعين: سنة قولية وسنة فعلية. ثالث مصدر هو الإجماع، فالحاجات اللي أجمع عليها صحابة الرسول صح، ولو اختلفوا الصحابة هيرجح قول أحد الصحابة على الباقيين. ورابع حاجة هيستند ليها هي القياس، وخامس حاجة هي الاستحسان، وسادس حاجة هي العرف والعادات. وبالطريقة دي أسس أبو حنيفة المذهب الحنفي في كتاب الفقه الأكبر. وبالرغم من كده أبي حنيفة كان بيرفض رفض تام إن يكون قاضي بين الناس، وده عشان كان خايف إنه يضطر يحكم في بعض القضايا حكم يكون ضد الدين وضد ضميره، وده عشان يرضي الحكام. لكن ده ما منعش إن في ناس كتير حاولوا يجبروه إن يقبل تعيينه كقاضي. فاتقال وقتها إن أبي هبيرة حاكم مدينة الكوفة كان عايز يولي أبي حنيفة قاضي للكوفة، ولما رفض أبي حنيفة المنصب أقسم ابن هبيرة على إن أبي حنيفة لو ما قبلش المنصب فهيؤمر بجلد أبي حنيفة على رأسه وهيحبسه. ولما قسم الحاكم وصل لأبي حنيفة
أبي حنيفة رده كان: ضربه لي في الدنيا أسهل علي من مقامع الحديد في الآخرة، والله لا أفعل لو قتلني. والكلام ده وصل للحاكم ابن هبيرة، وكان رده: هاتولي الشخص اللي قدر يعصي حلفاني بحلفانه. فلما الجنود جابت أبي حنيفة للحاكم، ابن هبيرة أمر بجلد أبي حنيفة بالسياط على رأسه حتى الموت. فرد أبي حنيفة وقال له: هي ميتة واحدة. فضرب أبي حنيفة على رأسه 20 ضربة. ساعتها قال أبو حنيفة: اذكر مقامك بين يدي الله تعالى، فإنه أذل من مقامي بين يديك، ولا تهددني، فإني أقول لا إله إلا الله، والله سائلك عني، حيث لا يقبل منك جوابا إلا بالحق. ولما ابن هبيرة سمع الكلام دوت من أبي حنيفة، أمر الجلاد إنه يوقف عن ضربه، وأمر بنقله للسجن. وصحي تاني يوم أبي حنيفة وشه منتفخ وراسه مليانة بآثار الضرب، فدخل عليه ابن هبيرة وقال له في السجن: إني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول لي: أما تخاف الله تضرب رجلا من أمتي بلا جرم وتهدده. وبعد الواقعة ديت بأقل من سنتين هرب أبو حنيفة النعمان إلى مكة سنة 130 هجرية. والجدير بالذكر إن بعد أقل من سنتين انتهت خلافة الدولة الأموية بعد سقوط حكم ابن هبيرة، بعد ما حاصره العباسيون وقتلوه جوه قصره. وبكده تكون انتهت الدولة الأموية، وابتدت خلافة الدولة العباسية على إيد أبو العباس، ومن بعده أخوه أبو جعفر المنصور، اللي حصل بينه وبين أبو حنيفة النعمان نفس الخلاف للمرة الثانية، لما بعت أبو جعفر المنصور لأبي حنيفة عشان يتولى منصب القضاء. لكن أبي حنيفة رفض للمرة الثانية. ساعتها أبو جعفر المنصور طلب منه أن يتولى منصب قاضي القضاء، وفي المنصب ده أبو حنيفة هيراجع على أحكام القضاء اللي بيمليها القضاة التانيين، ولو في قاضي مش قادر ياخد قرار أو حكم في قضية معينة بيرجع لأبي حنيفة عشان يتخذ هو فيها القرار. لكن المفاجأة إن أبي حنيفة أصر على رفض المنصب حتى لو كان هيكون قاضي القضاء. ساعتها أمر أبو جعفر المنصور إن أبي حنيفة يتجلد 120 جلدة، وبعد كده يفضل محبوس في بيته. وحتى وهو محبوس أبو جعفر المنصور هيبعت له في المسائل اللي محتاج فيها فتوى، وبالفعل تم تنفيذ حكم الجلد والحبس في البيت. ولما بدأ أبو جعفر المنصور يرسل لأبي حنيفة عشان يستفتيه في بعض المسائل، أبي حنيفة ما كانش بيرد عليه، وده اللي زود غضب أبو جعفر المنصور، وأمر بحبس أبي حنيفة للمرة الثانية في السجن. وأمر كمان إن سجن أبو حنيفة يكون صعب وجديد ومليان بأساليب التعذيب. بعد كده اختلفت الروايات في موت أبي حنيفة، هل مات من شدة التعذيب في السجن ولا مات بالسم اللي أمر الخليفة بإعطائه لأبي حنيفة في السجن عشان يتخلص منه في أسرع وقت. وفي رواية تانية بتقول إنه هو خرج من السجن ورجع لبيته، ولكنه مات في بيته بعد فترة قليلة، وإنه حتى في الفترة القليلة ديت كان بيمنع من التدريس. كل الروايات المختلفة دي بسبب إن مش قادرين يحددوا بالظبط إمتى مات أبو حنيفة، فتقال إنه مات سنة 150، واتقال 151، واتقال 153 للهجرة. لكن الاتفاق إنه مات في مدينة بغداد واتدفن فيها. محدش يقدر ينكر إن أبو حنيفة كان راجل رزين وعنده عقيدة راسخة، لدرجة إن أحد تلاميذه كان اسمه أبو يوسف قال: كان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة وينبههم على ما يريد. وقال الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. رحلة أبو حنيفة النعمان كانت رحلة شاقة ومليانة بالصعاب، لكنها أنتجت لنا 4 كتب ما زالت بتساعد البشر لحد النهاردة في فهم الدين. ده غير مجموعة من التلاميذ اللي كان ليهم تأثير كبير في الدولة والدين. ده غير إن البخاري ومسلم اتأثروا كتير بأبي حنيفة النعمان. محدش يقدر ينكر إن أبي حنيفة كان إمام عظيم وفتح الباب لأئمة كتير من بعده. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن تاني الأئمة ال4، وهو الإمام مالك بن أنس. فلو عايزين تشوفوا الفيديو الجاي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، لأن قصة الإمام مالك فيها تفاصيل أقوى بكتير من قصة الإمام أبي حنيفة، لأن القصة وراها حكاية.